مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فكرة لبكرة. فكرة لبكرة تسعى لخلق أفكار جديدة وتقديم الأفكار التي تخدم المجتمع. فكرة اليوم تتعلق بصحة المواطن. كثيرا منا ما يعاني صحيا ولكنه يعاني أكثر داخل المستشفيات. وزارة الصحة ميزانيتها ضخمة جدا ولكنها لا تساوي أو لا تكفي احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية. كيف يتم تطبيق حكومة إلكترونية كاملة، ولكن كيف يتم تطبيقها داخل وزارة الصحة؟ ذلك ما سنتعرف عليه من خلال المهندس محمد عبد الوهاب صاحب الفكرة. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. باشمهندس، يمكن حضرتك لديك فكرة لتحويل الحكومة وربطها كاملا إلكترونيا وتطبيق ذلك على وزارة الصحة. فكرة ذلك المشروع؟ هو احنا كنا قلنا ان احنا نعمل عقد الكتروني خاص بكل موظف. دي بقى برضو بما يخص وزارة الصحة هيتعمل عقد الكتروني وقاعدة بيانات مرتبطة بالشبكة اللي هي الالكترونية للحكومة لكل طبيب ولكل مريض. وطبيعي ان احنا لما هنعمل الشبكه دي خاصه بالحكومه كلها، كل مواطن بطاقه الكترونيه خاصه بيه. هيكون في ملحق خاص بالبطاقه دي خاص بوزاره الصحه للحاله الصحيه بتاعه المواطن، فمن اول ما يتولد لغايه ما يتوفى. اول ما يسجل ويطلع له شهاده الميلاد من الدكتور اللي اشرف على الولاده، وايه اللي حصل في الولاده، اذا كان في ادويه خدها، وخرج دخل المستشفى امتى وخرج من المستشفى امتى، تحدد الحاجات دي كلها. يعني احنا هنعمل يعني زي سوفت وير مترابط داخل كل مستشفى بالتوفير تفاصيل من اول تفاصيل الميلاد، يكون عندنا بالشكل ده تاريخ مرضي للحاله. ده هيوفر يعني مراحل كثيره في المستقبل. بالظبط، اكيد هيوفر حاجات كتير وشغل اداري ومجهود اداري على المواطن وعلى الاداري اللي هيكون شغال في المستشفى. طب يعني في مشاكل كثيرة منتشرة داخل وزارة الصحة، أهمها يمكن وجود عدد كبير من الأطباء ولكنه لا يكفي المرضى. الشكل الثاني كلنا بنعاني من مشكلة قلة الدواء داخل المستشفيات. المشكلة الرابعة قلة الأسرة. هي المشكله الاولى بالنسبه للاطباء ان هم كلهم شغالين في شيفت واحد او في فتره واحده من الصبح لغايه الساعه 2 او الساعه 3، وبعد كده ان هو بيخرج بيتعمل نبطشي دكتور او اتنين. في الغالب ان النبطشي بيكون اللي هو الامتياز اللي هو لسه متخرج بيكون خبرته قليله، مع ان ممكن يكون عدد المستشفى في القسم ممكن يكون اكتر من 50 و100 مريض في القسم، 100 دكتور في القسم الواحد. ولما بنروح بنلاقي طبيب واحد بس اللي موجود وباقي الدكاتره كلهم مش موجودين. ما نعرفش بقى هم بيروحوا العياده بيروح في الشغل ده، ما نعرفش هو بيكون موجود فين. فحل المشكله دي ان احنا في جهاز الكتروني هيكون مربوط بالشبكه. الدكتور هو داخل هيحط بصمه الايد بتاعته، هيسجل الكتروني على الشبكه ان الدكتور فلان داخل المستشفى الساعه 8 مثلا. هو خارج نفس النظام هيسجل في ميعاد الخروج. دي اول حاجه عشان الدكتور يكون ملتزم بالفتره المواعيد بتاعته. طيب ده هيخلينا يعني بعض الناس تقول في المستشفيات الكبيره بيكون عدد الملاحق كثير، ممكن الدكتور يتنقل من داخل ملحق لاخر، فممكن برضو عدم يعني دقه الضبط. لا، ده بالعكس. لما اكون انا اوزع مثلا الاجهزه دي على جميع ابواب المستشفى من الخارج، يعني كل باب هيكون محطوط عليه جهاز، فاللي داخل هيسجل بياناته واللي خارج هيسجل بيانات. حتى المواطن العادي وهو داخل هيحط راح جاي برضه حاطط ايديه على البصمه. هو الشبكه كلها تكون رابطه الحكومه كلها بما فيها سجل المواطنين. هيسجل ان في فلان دخل المستشفى من الوقت الفلاني وهو خارج برضه نفس النظام، برضه هيحط ايديه على البصمه. ممكن الجهاز برضه ياخد بصمه العين برضه مش بصمه الايد. حتى لو في حد لعب في بصمه ايد ولا حاجه ممكن عن طريق بصمه العين ناخدها ويسجل برضه بياناته. بس ده مش هيصعب على المواطن اللي داخل؟ يعني هو بيكون في حاله مرضيه، مش عايزين نثقل عليه كمان يعني لو هو ده للمواطنين. لا، هو ممكن حتى لو هو على السرير ولا حاجه في جهاز ممكن متنقل ان هو في بطاريه يحط ايده على الجهاز، يعني بصمه ايده على الجهاز وياخد بياناته كلها، اسمه، تاريخ الميلاد، العنوان بتاعه، اذا كان في ادويه اتعالج منها قبل كده، الدكاتره، ده كله هتنزل بقى في الصحيفه او في البطاقه اللي هي الالكترونيه الخاصه بوزاره الصحه. هتكون بطاقة صحية فعلية، مش فقط بطاقة صحية ورقية. وده كمان هيوفر لنا في التأمين الصحي، ان كثير من الناس بتاخد دواء وتبيعه، او ان هو بتكون مش يعني كل شهر بتاخده ولكن ما بتستغلوش. هو فعلا الدكتور مش هيبقى فيه روشتة بقى ورقية بعد كده. هو الدكتور لما يشخص الحالة
هيكتب الدواء على الكمبيوتر، والمريض هيروح للصيدليه الخاصه بالمستشفى، يحط ايديه على الجهاز، هيكون اللي هو نزلت رساله للجهاز اللي تحت في الصيدليه او في المخزن، هيكون مجهز له ادويه، هياخد الادويه بتاعته، وبالتالي في قاعده بيانات تكون مرتبطه بالشبكه لكل مستشفى او كل صيدليه، مسجل فيها جميع الادويه بكمياتها، فهيخصم اوتوماتيك عدد الادويه اللي سحبت النهارده، ومين اللي سحبها، ومين من اسماء المرضى بعناوينهم بارقام تليفونات بجميع بياناتهم. فمش هيسمح لاي حد ان هو يلعب او ياخد دواء مش دواء بتاعه، او ان هو ياخد دواء يبيعه بره، ولا اي فساد موجود في الوزاره. اعتقد ده كمان هيسمح يعني للوزير او لاي مسؤول داخل المحافظه مراقبه يعني خط سير وزاره الصحه او مستشفيات وزاره الصحه كامله دون يعني الزيارات الميدانيه. بالظبط، انا ممكن اعرف الدكتور ده اذا كان موجود ولا مش موجود، بالاخص ان احنا ممكن نحط كاميرات في جميع الغرف، والكاميرا دي هتكون متابعه الدكاتره وفريق العمل اللي هيكون موجود في المستشفى، واعرف اذا كان موجود ولا مش موجود. ده غير الجهاز اللي هو بتاع البصمه اللي هيكون محطوط بره. ده غير في نقطه ثانيه عن الاصلاح برضه، وزاره الصحه المفروض انا بدا اقسم الدكاتره كلهم على 3 ورديات، لان انا عندي عدد الاطباء الحمد لله ما شاء الله كتير دلوقتي، فانا مش محتاج ان انا اجيبهم كلهم فتره صباحيه، انا اقسمهم ورادي بحيث ان المريض يعني مش مأخوذ بيه يعني فعلا تقسيم شفتات للعمل داخل مستشفيات وزارة الصحة. لا مش في هنا في كحكومة مش متاخد بيه، لكن في القطاع الخاص طبعا متاخد بيه، لازم الدكتور يكون موجود في ال3 ورادي. لو اي حد تعب ولا حاجه وراح مستشفى خاص بالليل او في نص الليل او بتاع هيلاقي في دكتور متخصص موجود، لكن في الحكومة هم بيسيبوا الامتياز بس، طبيب الطوارئ. بيسيبوا. طب باشمهندس يعني خلينا ننتقل لكيفية إدارة العمل، يعني تحويل المنظومة كامل هيكون القرار من قبل وزارة الصحة أم من قبل يعني كل محافظة؟ لا، هو المفروض القرار يبقى خاص من وزارة الصحة، وإذا كان مثلا عاوزين يعملوا تجربة بيعملوها على محافظة معينة، وبعد كده ما يعالجوا السلبيات بتاعتها، لأن كل حاجة بتطلع جديدة لها مميزات ولها عيوب. بعد ما يعالجوا السلبيات والعيوب يبدأوا يفعلوها على باقي المحافظات، وتطبيقها هيكون سهل، ممكن في خلال 5-6 شهور تطبق على مستوى الجمهورية. محتاجة أموال كثيرة للتمويل؟ لا بالعكس، ولا محتاجة. أجهزة الكمبيوتر متوفرة في الحكومة في المستشفيات، هي كل ما فيها الجهاز اللي هو مشروع بتاع البصمة ده، وسيرفر هيكون خاص بالوزارة، والوزارة موجود فيها سيرفرات كتير هتتربط بالأجهزة. هل ده يكون سابق لإنشاء الحكومة الإلكترونية كاملة، ولا ده ممكن نأخذها وزارة؟ لا، دي هناخدها وزارة، يعني دي هتتاخد وزارة نفعلها وزارة. يعني محتاجين قرار سياسي. بالظبط كده، احنا محتاجين قرار سياسي. مشاهدينا الكرام، يعني اعتقد هذه دعوة لكل مسؤول داخل الحكومة المصرية داخل وزارة الصحة. اعلم ان وزير الصحة لديه مشروعات للتطوير، وايضا لديه خطط للتفتيش، ولكن قبل ان ننهي الحوار مع حضرتك اسمح لي ان اسأل عن هل ده هيريح المريض، ولا يعني هيزود عليه بعض التكلفة ممكن وزارة الصحة تتحملها؟ لا طبعا، ده هيريح المريض بالاخص بالنسبة للاسعافات. ممكن انا تحصل حادثه على الطريق، انا ما اعرفش اذا كان المستشفى فاضيه ولا مش فاضيه، ممكن عن طريق جهاز الكمبيوتر ان انا يقول لي اقرب مستشفى ليك كذا، وفي سرير فاضي فيها او غرفه عمليات فاضيه فيها، تقدر صاله الاسعاف تتوزع فيها مباشره دون اللجوء لاي قرار من المحافظه. كمان هيوفر يعني هينقذ حياة آلاف، لأن أحيانا يعني شخص بيتوجه لأحد المستشفيات وفي الآخر يقول له التخصص مش موجود أو العناية المركزة مش موجودة، يكون مفيش مكان فاضي له، فيضطر إنه يروح مستشفى تاني أو يتصلوا يشوفوا أي سرير فاضي أو أي دكتور متخصص يكون فاضي موجود في المستشفى ولا حاجة، ويبدأوا يروحوا له. هو الأهم المكان، والأهم اللي هي العناية المركزة، هي دي اللي ما تكونش موجودة. فأنا لما أجيب الحالة من على الطريق أو من بالإسعافات وأنا متوجه من الأول وأنا عارف، غير ان انا اروح المستشفى وابدا اشوف انا ايه المكان اللي فاضي وابدا ان انا اتوجه له. هل التخصصات يعني التخصصات اللي تساعدك في داخل وزارة الصحة متوافرة، ولا ده هيتطلب منك تكوين فريق عمل جديد؟ لا، هي تخصصات متوفرة بالنسبة للحكومة كلها، لكن المشكلة في سياسة التشغيل للوظيفة المعينة. احنا عندنا اللي هو مهندس الكمبيوتر مجرد ان هو بيدخل بيانات ويخرج بيانات، اقصى حاجة بيعملها بيصمم موقع، لكن انا لما هشغله التوظيف السليم هنقدر ان احنا نعمل حاجة زي دي. هو راجل اتعلم عشان خاطر يصمم برامج ويعمل شبكات ويفيد الدولة في تخصصه، لكن مش انا ان انا اجيبه واقول عليه راجل مهندس IT
زي ما هم بيقولوا هو مش مهندس اي تي ولا حاجه، هو مجرد مستخدم على سيرفر بيدخل بيانات ويخرج بيانات، يشغل جهاز ويقفل الجهاز من الجهاز المتحكم فيه او من السيرفر وخلاص على كده. احنا بقى الفريق العام ده هناخده ونشغله ونبدا في تصميم الشبكه دي، ومش هنكلف الوزاره حاجه، السيرفرات موجوده، هو كل ما فيها بس اجهزه بتاعت بصمه الايد دي بس اللي هتكون مكلفه شويه على الوزاره. مهندس محمد عبد الوهاب، بشكر حضرتك ونتمنى ان شاء الله التوفيق لفكرتك وتكون يعني مطبقه العام القادم. شكرا يا فندم، شكرا. مشاهدينا الكرام، كما تابعنا هذه الفكرة بها توفير للأموال، بها توفير أيضا للوجستيات وزارة الصحة، أيضا إنقاذ لأفراد كثيرين وأرواح كثيرة ممكن تموت على الطرقات لا قدر الله بسبب سوء توزيعها أو سوء توجيهها نحو مستشفى معين خالية من العناية المركزة. وزارة الصحة نتقدم لها بهذا المشروع من أجل توفير الأموال وإنقاذ الأرواح. شكرا لكم، غدا فكرة جديدة، إلى اللقاء.